بس حارس مرمى منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، أخذ لك الخسارة أمام المنتخب العماني، لكن كنتم رجال أو فئة داخل الملعب. أول شيء السلام عليكم ورحمة الله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا نحن أمس يعني الشباب قدموا مستوى طيب، والحمد لله نحن كنا يعني كنا فترة الأعداء يعني على أتم الجاهزية، وأنا شخصيا يعني أقدم اعتذاري للجمهور اليمني والشعب اليمني، وأيضا يعني نحن ما فيش لاعب يدخل أرضية الملعب مش يكون متفوق، مش يكون حتى الأفضل بالعالم، ولكن كرة القدم يعني أخطاء، يعني مش أنا أول حارس ولا آخر حارس، طبعا هذا أمور طيبة عالية. كم حراس من بوفون لنوير لسون بيكر، حراس نهائيات كأس عالم، حراس نهائيات دوري أبطال أوروبا، تحصل معهم هذه الشغلات. وأنا حتى أمس لما البعض يعني تقول ضعف شخصية طلب التغيير، لا بالعكس، ما كنت. طيب ليش طلبت التغيير؟ يعني الجمهور يسأل ليش أنت طلبت التغيير؟ أنا طلبت التغيير مش خوف، لو أنا خايف أنا قبل المباراة بتغيير طلب مني ادخل، لو انا خايف اتعذر اي شيء ما بدخل المباراه، بس يعني نحن هنا لخدمه الوطن. انا طلبت تغيير، حسيت فتره من الفترات سبحان الله يعني حتى بعلم الفيزا كل ردة فعل، حسيت فتره من الفترات اني عدا على الفريق ما قدرت اصنع شيء، فحسيت اني انا افضل اني اكون خارج افضل ما اكون داخل. حتى بين شوطين كنت اتكلم مع المدرب اني ابغى، بس خلاص شفت يعني كان يجهز امان اني طلبت تغيير، وانا زعلت طبعا اني طلبت تغيير وطلعت، ولكن يعني حسيت يعني شعرت يعني بأثم وحزن، وشعرت بالجمهور اليمني ب 35 مليون. يعني البعض يعتقد يقول لك هاب من الجمهور، انا وراي 35 او 40 مليون، يعني وهاب من 60 او 70 الف متفرج، يعني هذا كلام فاضي او مرفوض. فانا يعني علي عاتق كان كبير، ما هميت حتى عن الجمهور اليمني، بالعكس نحن نشتي نخدم الكرة اليمنية، نشتي نفرق بأحسن صورة، ولكن بالأول والأخير يعني هاي العبس يعني وليس منحا بنفسي، البعض يعرفني شخصيا وتمرنت معاه، لكن هذا حال كرة القدم، حال كرة القدم. وأنا أمس يعني الله سبحانه وتعالى يعني ما كانش فيه توفيق، لو أنا كنت مش مستحق ما كنت موجود اليوم هنا مع جهاز فني أجنبي متطور ولا خلفية بالكرة وليس يعني جهاز فني، لكن الحمد لله أقدار الله على كل حال. شكرا لك. تحياتنا للشعب والجمهور اليمني، وأنا أتقبل أي انتقاد وما ألوم أي شخص، يعني ينتقدوا من حق أي شخص، هذه كرة القدم. انتقدوا نحن كمشجعين ننتقد ميسي وكريستيانو وهم نجوم أساطير كرة القدم ننتقدهم، والحقيقة كل شخص، ولكن أنا أقدم اعتذاري، ليس اعتذاري يعني بس كأخطاء في القدم، اعتذاري كشعب، أما ككرة قدم هذه كرة قدم، والأخطاء واردة، ولا ما فيش أخطاء ما فيش أهداف. شكرا لك كابتن. الله يسلمك.